اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي. مساء الخير، مساء الورد، مساء السعادة على عيونكم. شلونكم بنات؟ أخباركم؟ يا رب كلكم بخير وصحة وعافية وسلامة وراحة بال. يوم جديد وفيديو جديد، وإن شاء الله يا رب فيديو اليوم يعجبكم. أكيد خير الكلام الصلاة والسلام على محمد وآل محمد. اليوم على طلبكم قلتوا شاركينا شلون تقسمين الدجاج وكم دجاجة تجيبون وترتيباتك وهاي السوالف كلها. احنا نجيب باعو 5 دجاجات وراح اقسمهن واطلع من عندهن كذا وجبة وكذا اكلة. خليكم ويا الفيديو وانتبهوا على الحركات اللي انا دا اسويها وش دا اسوي، لانه راح اقسم وياكم ميزانيات. بس قبل لا ابتدي اقسم ميزانيات ارجو من عندكم تدعون لاختنا ما عندها ذرية صار لها 10 سنوات، فكثفوا لها الدعاء وإلكم بالمثل انه رب العالمين يرزقها الولد الصالح او الذرية الصالحة ان شاء الله يا ربي، بحق هذا الشهر العظيم، بحق استشهاد الامام الحسين. اللهم يرزقك ان شاء الله الذرية الصالحة بحق محمد وآل محمد. حبيبة قلبي، راح أبلش أقسم ميزانيات عمري أنتو، واللي ما ذكرت ميزانياتهم أرجو أن يكتبونها النوب ويوضحوا لي، لأن اللي ما ذكرت ما راح أذكر ميزانياتهم، فالميزانية مو واضحة فما قدرت أقسمها. تمام؟ حتى لا تزعلون من عندي، لأن هواي يكتبوا لي ما ذكرتي ميزانيتي وليش ميزانيتي ومن هذا الحكي. هنا عندي ميزانية هماتين البارحة علقت لي، ما عرفوا البارحة قالت لي ليش ما ذكرتي ميزانيتي. هكذا مرة كتبتها ميزانيتها بيها خطأ وأنا قسمتها على الخطأ وما أعرف بعد قسمتها تقسيمتين وراح أشرح لها. تقول 540,000 وإحنا 6 أفراد وعدها متوسطة وإعدادية وجامعة. الميزانية تشمل نت 40,000 والخطأ اللي بيها كاتبة 25 إيجار، بعد الإيجار 250 لو 25 ما أعرف، فأنا قسمت لك هسه راح نقسم على 250. 250 إيجار، 16 غاز، 16 مي، 100 خط جامعة و35 خط ثاني ومخضر. إذا جمعناهن هذني كلهن فمجموعهن يعني من النت لحد الخط الثاني 35 تطلع 475,000 وتبقى لك 83,000، لذلك ما ذكرتها من ضمن الميزانيات اللي فاتت، طلبت من عندك توضيح. أما إذا قسمناها على 25 الإيجار فتطلع 232,000 ويا الخطوط والغاز وكل شي. شقد تبقى لك؟ تبقى 380. أنا قسمت لك 100 للمخضر و100 مصرف الطلاب و180 تبقى لك. ماشي عمري؟ هاي انتي اعرف بعد شلون تقسمينها وشلون تسوينها. هنا عندي 200,000 تقول وزوجي يبقى بالدوام 11 يوم، يعني 11 يوم بالدوام ويمكن ينزل يومهم 11 يوم بعد ما أعرف. عمري انتي عزلت لك 100 للمخضر والريوق 30,000 واللحوم 50,000 والمنظفات 10,000 تصير 190,000، تبقى لك 10,000. وأكيد انتي أعرف ببيتك وأعرف شلون تمشينه وش قد يكفيكم، مجرد أعطيك فكرة حبيبة قلبي. هنا حبيبتي الثانية تقول زوجي يوميته 25 أسبوعيتنا 150,000، عندها 8,000 حفاضات و7,000 حليب، والسحب قالت من 15 إلى 25 مو ثابت، فأنا حسبت على 25. إذا جمعنا الحليب والحفاضات والسحب تصير 40,000. ماشي؟ وتقول علينا خطار هواي وأني مديونة. عمري انتي شقد تبقى لك؟ تبقى لك 110، ضمي من عندهم 25 للدين. ماشي؟ والباقي انتي اخذيه روحي جيبي حتى لو دجاجة وحدة او دجاجتين ونص كيلو لحم مفروم. لا تجيبين لحم اسبوع اللي تجيبين بيه دجاج لا تجيبين لحم، جيبي نص شحمة بطن، جيبي نص لحم مفروم، جيبي كيلو لحم مفروم حتى لو من المجمد. صدقوني ما بي شي، أخاف أحد يخوفكم من عنده إطلاقا، كل شي ما بيه اللحم المجمد المفروم من هذا، يعني اللحم المجمد يفرموه قدامك وجيبي الكيلو مالته ما أعرف بيش بس كلش رخيص.
جيبي لك كيلو، قسميه وجبات وسوي كبب، سوي عروق، سوي كفتة، سوي هاي السوالف، راح تشيلكم وإن شاء الله يا ربي يرزقكم. وأكيد 25,000 هاي خلوها جوا إيدكم احتياط، لأنه تحتاجوها خلال الأسبوع. هنا الميزانية اللوخ 300,000 وهم 6 أفراد ومن ضمنهم طفلة عندها حفاضات. أنا سعر الحفاضات ما أعرفه فما راح أذكر لك الحفاضات، راح أقول لك جيبي 75,000 لحم ودجاج، والمخضر عزلت لك 100، والمنظفات عزلت لك 15، وتقول 3 أطفال يومية كل واحد 500 دينار. باي حبيبتي، إذا كل واحد 500 يومية فشهريتهم 45,000. أنا أعتبر هذا تبذير، لا تزعلين من عندي. يعني الطفل مو بالضرورة يوميا يصرف 500 دينار، ربع كلش كافي عليه. يعني من بشر ميزانيته 300,000 وعنده حفاضات، ما مجبر ينطل الطفل 500. يعني هاي 45 طلعي من عندها فلوس الحفاضات مالت بنتك، والباقي قسميه على 3 أطفال. إذا تحسبين أنت يوميا تعطيهم كل واحد ربع، فحسبي أنت شهريتهم إيش قد تطلع، ربع 45. فأني أقول يعني البشر همينة يعني شوية يعني مخافة الله بالرجال وبتعبه. أنا ما أقول حرموا الأطفال لأن هم حقهم، بس الطفل إذا تعود يوميا يصرف هواية فراح يتعب الأم ويتعب الأب من يكبر، بعدين متطلباته تزيد وشغلاته تزيد. فأنت قللي مصرف أطفالك، أو طلعي مصرف الحفاضات من مصرف أطفالك. 45,000 كلش هواية، والباقي تقدرين تضمينه، تقدرين تجيبين لحم، تجيبين دجاج، تجيبين منظفات، تجيبين شغلات للبيت. بعد أنت أعرف عمري. هنا عندنا الميزانية 250,000 وهم 3 أفراد، وتشمل مخضر ولحم ومنظفات، والتمن تقول 10,000 بالشهر نجيب تمن. عمري مخضر عزلت لك 75، وللحم 75، وللمنظفات 15، والتمن 10، تصير 175,000. الباقي ضمي من عندهم. تردين تكثرين اللحم براحتك، انتي بيتك وأعرف بيه. تردين تزيدين المخضر، انتي هماتين أعرف حسب حاجة بيتك. انتي بيتك شنو محتاج؟ انتي بيتك مثل ب75 ما تكفي، جيبي ب100. مثل بيتك ما تكفي مخضر ب75، جيبي ب100، وهكذا. ماشي عمري؟ هسه خلوني أقول لكم إيش دا أسوي. أنا عزلت 3 صدور من الدجاج، والباقي كله قطعته مثل ما شفتوا تقطيعة معدلة. الدجاج أسويها 4 5 6 7 8، أسوي الدجاج 9 قطع. تمام. هنا إيش دا أسوي؟ قلت لكم عزلت 3 صدور، فسويت من عندهم أصابع دجاج المقرمشة، وسويت من عندهم ستيك مال دجاج، وطلعت من عندهم بنفس الوقت دجاج مفروم للبرياني، صدر دجاج للبرياني. فبالنسبة للأصابع الدجاج المقرمشة اللي هي تنفع أيضا للريزو، شنو التتبيلة مالتها؟ راح أتبلها بها 2 ملعقتين زبادي، عليها عصرة نص ليمونة، عليها كمون وبابريكا وكاري وشوية دارسين وحبتين ثوم، ماشي، وملح. ليش ضفت ويا التتبيلة زبادي؟ حتى تبقى طرية من الداخل وتقرمش من الخارج. أما الغلاف الخارجي بنات، فالغلاف الخارجي راح يكون طحين ونشا ورشة ملح. هذا كل اللي أنا محتاجته. راح أبتدي أغلفهم كلهم وأخليهم على جنب إلى أن شوية يمتصون، ومن بعدها أنزلهم بالمجمدة. تقدرين أنتي ما تخلين هذا الغلاف الخارجي، بس تتبليهم وتشيليهم، ومن تطلعيهم من المجمدة تردين تستخدميهم تغلفيهم بهذا الغلاف وتقلينهم. هنا بالنسبة لهذا اللي سويته مثل الستيك صدر الدجاج، فضفت عليه 7 بهار، كمون، بابريكا، وكزبرة ناشفة. راح أضيف ملح وهماتين عصرة ليمونة، وأكيد التوابل اللي أنتوا تحبوها تقدرون تستخدموها. وهماتين بنات ضفت عليه ثوم. صدقوني الثوم ينطي نكهة فظيعة لصدر الدجاج للدجاج، فجربوا التتبيلات تضيفون وياها ثوم، ما يخلي أي زفارة، ما يخلي أي شيء، فتشي كلش كلش حلو الثوم، فاستخدموه دائما. ليش أنا طلعت هذولي صدر الدجاج وسويت بهم هيك أكلات؟
لأنه إحنا مرات مو إلا نسوي تشريب ومو إلا نسوي تبسي ومو إلا هاي السوالف، حابين نغير، يعني نطلع هذا الماعون اللي إحنا جهزناه مال أصابع الدجاج نسوي وياه التمن مال الريزو ونقليه ونقطعه ونسوي صوص الريزو اللي هو متكون من مايونيز وكاتشب. وهاي إحنا نسوي وياه السلطة مال الكولسلو، وهاي إحنا غيرنا. طيب ليش سويت هذا الستيك مال الدجاج بنفس الوقت؟ أقدر أطلع أقليه وأفرمه ناعم، أسوي سندويتشات يصير مثل القص. طيب ما أريد أسوي مثل القص، أقليه وأسوي وياه مثل تمن أحمر وروبة، وصارت عندنا وجبة. حتى إذا يجيني خطار غفلة وما أقدر، يعني الساعة 12 مثلا وأنا ما مسوية مثل لحم أو ما مسوية دجاج، عندنا أكل بايت وحامينه دا نتغدى بيه، العوايل كل شي تاكل، والأكل اللي يزيد نعمة وحرام واحد يذبه. فأطلع ماعون من هذا الصدر الدجاج اللي أنا مجهزته ويا الأكل اللي عندي أقليه وأضيفه، راح يصير عندك أكل ما تخجلين من يجيك خطار. فهاي الشغلات كلش مفيدة بنات. بنفس الوقت انتي ما اضطريتي تروحين تشترين صدر دجاج الكيلو ب6، لا، طلعتيه من الدجاج اللي انتي جبتيه للشهر كليته. يعني هيك طلعوا أفكار وسوالف حتى انتو الكم تفيدكم. شنو سويت؟ أنا عندي هاي المواعين، زوجي الله يحفظه وصيته، قلت له أريد أفرز بيهم فجاب لي إياهم. كلش هواية يكفون، كلش هواية يعني. ففرزت وخليت نايلون، ضروري تخلون نايلون، لا تخلونه مباشرة على الماعون الأفضل. وهذا النايلون صحي بنات، هذا يعني الأكياس هاي صحية، فأخلي نايلون جواهم ومن بعدها أبتدي أصفطهم. هذا تبلته بس بكاري، اللي فرمته وجهزته للبرياني تبلته بس بكاري، ما ضفت له أي شي. طبعا كله غسلته بليمون وسويته كل زين. هنا الأجنحة كلها عزلتها مال الدجاج راح أتبلها. التتبيلة مالتها ثوم وملح وكاري وكزبرة ناشفة وكاتشب، وأكيد عصرة ليمونة. انتو بعد براحتكم حابين، لا استغفر الله ما ضفت لها ليمون، ضفت لها خل التفاح. ممكن تضيفين خل أبيض، هذا الشي راجع لكم. الخل اللي متوفر عندك استخدميه. فضفت ثوم وضفت ملعقة كاري وضفت كزبرة ناشفة، والكزبرة ما أقول لكم تنطي طعم فتشي فظيع، دائما دخلوها بالأكلات. وراح أضيف ما يعادل ملعقة ونص من الكاتشب، وممكن تضيفين هماتين وياه معجون، هماتين المعجون ينطي لون حلو، بس أنا اكتفيت بالكاتشب. ممكن إذا عندك خردل ضيفي خردل، بس أنا ما عندي الخردل ينطيها طراوة تجنن. هنا ضفت عليها مثل ما شفتوا خل التفاح، وراح أقلبها كليتها، وراح تكون عندي هماتين وجبة على جنب. هماتين أقدر أطلعها هاي وأسويها للعائلة، سواء شوي سواء أقليها وأسويها حمسات وهاي السوالف. إن شاء الله هذا كله راح أشارككم إياه وأنطيكم أفكار. هنا قسمت الدجاج عندي بكل صحن 5 قطع، طبعا خير وفضل ونعم من رب العالمين. وهذا مسواقي الشهري من الدجاج، وانتو قلتوا شاركينا وهاي شاركتكم اني، وان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم، وان شاء الله كنت خفيفة الظل. واكيد لا تنسوني باللايك واشتركوا اذا ما مشتركين. انتظروني بفيديو جديد، اترككم بامان الله وحفظه.